السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن صحة وبأحسن حال. ورجعت لكم فيديو جديد، وصفة جديدة وهي وصفة برياني اللحم. نشوف الفيديو إلى النهاية ونتبع الطريقة والمقادير. طبعا المقادير الموجودة في الفيديو هي ل9 أشخاص. نشوف الفيديو للنهاية ونتبع الطريقة والمقادير. هنا حوالي 4 حبات من البصل متوسطة الحجم. أضفت عليهم كوب من الزيت ونقليهم في الزيت حتى انهم يبدأوا ياخذوا اللون الذهبي أما البني. معنا حبتين ونص من طماطم، نصف حزمة من الكزبرة وثوم والزنجبيل الأخضر، ضربناهم مع بعض. بعدين نكمل في تحمير البصل حتى انه يبدأ ياخذ اللون الذهبي، ونضيف الطماطم والثوم والكزبرة الذي قمنا بعصرهم. بعدين نخلطهم. نضيف البهارات، ملعقتين من بهارات اللحم، فلفل أسود ملعقة، فلفل أحمر ملعقة، كمون ملعقة، كزبرة ملعقة. بعدين نخلطهم مع بعض. بعدين نضيف اللحم حوالي 2 كيلو من اللحم. بعدين نضغط لهم لمدة 15 دقيقة أم 10 دقايق نتسقط. بعد ما ياخذوا في الأخير نضيف الملح طبعا على حسب الرغبة، ونضيف حوالي نصف كوب أو كوب إلا ربع من الزبادي أو الرايب، ونتركهم يغلوا. إذا كانت معنا الشوربة حق اللحم زيادة نتركهم يغلوا لمدة 10 دقايق حتى أنها تخف قليل، ما نحتاج هذا الشوربة كلها. بعدين نيجي هذه اختياري الشعيرية. تحمير الشعيرية ممكن تضيف قطع بصل وتحمروا بصل بدل الشعيرية. حمرت هنا الشعيرية. بعدين أخذت 3.5 من الأرز البسمتي، 3.5 كوب. قسمناهم ونجي نغلي الماء. لما يخفض يعني نضيف الماء الملح والقرنفل وورق الغار. بعدين لما يغلي الماء نضيف الأرز المقصور ونغسل الرز. يعني بداية لما نشوف الماء يغلي نغسل الرز، بعدين نضيفه في الماء. نخلي نصف استواء، ما نخليش يستوي كامل. بعدين نصفيه بالماء ونجي نطرحه في الوعاء نفس طريقة الشكل. نطرح في الطبقة الأولى الرز. بعدين أنا أضفت الشعيرية، ممكن تضيفوا البصل المحمر بهذه الطريقة. طبعا كما موضح لكم نضيف اللحم بعد ما نضيف الشعيرية، إذا أنتم تقدروا تضيفوا البصل كما قلت لكم. بعد هذه المرحلة نضيف الرز، يعني نقسم الرز على مرحلتين. المرحلة الأولى تحت اللحم، والمرحلة الثانية نغطي بها اللحم. وبعد بالأخير أنا أضفت الشعيرية. ضروري يكون معنا رز كافي حتى إنه نغطي اللحم أما الشكل البرياني. بالأخير أنا أضفت هذه الشعيرية. البعض يضيف البصل المحمر كما قلت لكم، ويضيف الكزبرة مفرومة ونعناع. بس بالأخير أنا أخذت نصف كوب من الحليب، أضفت عليهم عدد صغيرة من الزعفران ونضيفهم بالأخير على بعد الطريقة. نغطي الوعاء، لازم يكون الغطاء الوعاء مغطى بقماش ويكون على وثق. الأول نعلي النار لمدة دقيقة كما كان موضح، لمدة دقيقة مرتفعة بنار مرتفعة. بعدين نخففها إلى أقل من المتوسط ونتركها لمدة نصف ساعة. بعد نصف ساعة نجي نفعل، يعني نتأكد إذا كان الرز نشف، يعني كمان جاهز. نبل أصبعنا في الماء ونلمس جدر القدر، فإذا جاء يعني الفقاعات يكون معنا الرز الناشف. بس هذه هي الطريقة. أتمنى أن أنتم تستفيدوا من الفيديو وتشاهدون الفيديو وتحطوا لايك للفيديو، واللي مش مشترك يشترك في القناة، وانتظروني بوصفة جديدة وفيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.